هي مصر مش عايزانا نتجوز؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. مش عايز اقول طبعا ان السؤال ده اتكرر، لكن ده ما كانش في حد تقريبا بيسأل عن حاجة غيره، والموضوع زاد بعد تصريح الرئيس عن صندوق الأسرة واللي كان ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة. لازم تبقى عارف ان اللي حصل ده كان مجرد كلام ومفيش حاجة رسمية حصلت، ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ده لسه ما خلصش. علشان كده الرئيس طلب من وزير العدل انه يتكلم عن آخر مستجدات التعديلات، وطالبه بإجراء حوار مجتمعي حول مواد مشروع القانون، وعلى راسها صندوق الأسرة. فكل الإفيهات اللي طلعت في الأسابيع اللي فاتت دي ملهاش أساس من الصحة. هل علشان تتجوز محتاج تدفع 30,000 جنيه؟ دي كانت من ضمن الإشاعات والكلام اللي طلع. طب إيه الحقيقة؟ أنا هقولك. فكرة صندوق الأسرة باختصار هو لحماية الأبناء اللي بيضيعوا في الرجلين لما بيحصل خلافات بين الوالدين، وكل واحد بيمارس ضغط على التاني من خلال العيال وما بيبقاش عايز يصرف، وكمان بيتهربوا من مسؤولياتهم. فمن خلال فلوس الصندوق ده هيتم الصرف على الأطفال في الفترة دي. والرئيس قال نقطة مهمة جدا في الموضوع ده، إنه زي ما الناس هتحط في الصندوق الدولة هتحط زيهم. فلو الناس حطوا مليون الدولة هتحط هي كمان مليون. طيب هو ايه موضوع ال20 وال30 ألف جنيه ده؟ موضوع ال20 وال30 ألف جنيه اللي هيدفعهم اللي هيجي يتجوز يا سيدي دول زي ما قلت قبل كده التوابل اللي بتحطها السوشيال ميديا. مفيش قيمة اتحددت ولا حد اتكلم عن كمية الفلوس بشكل رسمي، كل اللي بيتقال ده تكهنات يعني. هل كان لازم تلحق تتجوز قبل بداية 2023 علشان هيمنعوا الشباب من الجواز؟ يمكن الموضوع ده كله مش لمنع الناس من الجواز قد انه لحماية الأسر وتحديدا الأسر الجديدة. كلنا بنشوف حالات الطلاق الكتيرة اللي زادت وخصوصا في السنة الأولى من الجواز، والشباب اللي مش بيتحملوا المسؤولية والعيال اللي بتترمي في الشارع، والفلوس اللي بيدفعها الأهالي علشان يجوزوا عيالهم بدون ما يكونوا مؤهلين للمرحلة دي، وكمان بيتداينوا بسببها. فنلاقي ان الجواز في مصر حواراته كتيرة جدا، مش عارف ليه. في ناس كتيرة مش متخيلين حجم المشكلة، لكن صدقوني هي كبيرة جدا جدا، وبتتسبب في خسائر كتيرة جدا مش بس في الفلوس. واكيد انت شايف في دايره معارفك حالات شبه كده. ومن كل ده لازم نبقى متاكدين ان الموضوع مش ان مصر مش عايزه الشباب تتجوز، قد انها عايزه تكون ان الاسر الجديده اللي بتتكون تكون متكونه صح، وده حفظا للشباب وللاطفال المستقبليين. وبرضه من ده الدوله بتحمي نفسها من مشاكل كتيره جدا، لانها في الغالب هي اللي بتدفع فاتوره كل ده. وهنا السؤال الصح، هل انت كمواطن راضي عن حالات الطلاق الكتيره اللي بتحصل والاطفال اللي بتتشرد دي؟ سلام.